هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، متابعي إذاعة أرانا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 26 من مارس. وكما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج تعليق على الحدث نرصد معكم قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريتري ورد الفعل الإريتري، وأخيرا ثم نتناول تداعيات القرار. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية تؤكد ارتكاب الجيش الإريتري جرائم ضد مدنيين في إقليم تيغراي. الأمم المتحدة تقول أن القوات الإريترية تنتشر في المنطقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا. وزير الخارجية المصري يؤكد جاهزية بلاده للتعامل مع كافة السيناريوهات بشأن سد النهضة. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرانا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ذكرت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية في تقرير لها الأسبوع الماضي بأن القوات الإريترية ارتكبت جرائم قتل خارج القانون في مدينة أكسوم في تيغراي في نوفمبر الماضي. وكانت المفوضية قد أصدرت في 25 من الشهر الجاري تقريرها الذي يؤكد مقتل حوالي 150 مدنيا تيغراويا على يد القوات الإريترية في مدينة أكسوم في تيغراي في الفترة ما بين 18 و29 من نوفمبر الماضي. واعتمد التقرير على إفادات شهود عيان وخبراء قانونيين إثيوبيين. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد خاطب برلمان بلاده في 24 أي قبل يوم واحد من صدور التقرير، وقال بأنه ستتم محاسبة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين سواء كان من طرف القوات الإريترية أو الجيش الإثيوبي، وأنه لا أحد فوق القانون، في الوقت الذي قال فيه بأن حكومته أجرت اتصالات على مستوى عالي مع الحكومة الإريترية للتحقق من هذه الادعاءات. وحول وجود الجيش الإريتري في الإقليم، قال رئيس الوزراء بأن إريتريا قدمت مساعدات لا تنسى للجيش الإثيوبي بعد الهجوم على القيادة الشمالية، وأن تدخل القوات الإريترية جاء بعد قيام الوياني بقصف إريتريا بالصواريخ، وأنها تدافع عن نفسها ضد الاعتداءات. نقل موقع دوليس الإخباري عن وكالة بلومبرغ قولها أن الأمم المتحدة أكدت يوم الثلاثاء الماضي أن القوات الإريترية موجودة داخل الأراضي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وإثيوبيا. ويأتي الانتشار الإريتري بحسب تقرير الأمم المتحدة فيما يسمى بمثلث الفشقة، وستصاعد التوترات بين إثيوبيا والسودان بشأن السيطرة على المنطقة الزراعية الخصبة قبل الموسم الزراعي. وكشف التقرير عن أن النزاع على الحدود السودانية الإثيوبية لا يزال نشطا حتى تنتشر القوات السودانية والإثيوبية إلى جانب ميليشيات قبيلة الأمحار الإثيوبية والقوات الإريترية حول مستوطنة برخت في الفشقة الكبرى. وقالت وكالة بلومبرغ أن وزير الإعلام الإريتري ماني جبر مسقل لم يرد على اتصالاتها من أجل الحصول على تعليق. وجاء تقرير الأمم المتحدة الخاص بالانتشار في الوقت الذي اعترف فيه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لأول مرة أن القوات الإريترية ظلت تدعم الجيش الإثيوبي في الحرب الدائرة في إقليم تيغراي في معرض رده على أسئلة طرحها عليه نواب في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي. وأشار التقرير وفقا لوكالة بلومبرغ إلى أن أكثر من 140 ألف شخص نزحوا من غرب تيغراي منذ احتلالها من قبل ميليشيات الأمحار في نوفمبر الماضي، كما ارتفع عدد النازحين مع وصول موجات جديدة إلى منطقة تشيري تضم الواحدة منها نحو 1000 شخص يوميا. وفي السياق نفسه قال أبي أحمد أنه لا يرغب بتصعيد التوترات مع السودان، وإن إثيوبيا لديها العديد من المشاكل وغير مستعدة لخوض حرب مع جيرانها، وشدد على أنه يفضل تسوية النزاع بشكل سلمي.
ونشر كل من الجيش الإثيوبي والسوداني أسلحة من بينها الدبابات وبطاريات مضادة لطائرات في المنطقة الحدودية، فيما يواصل السودان بناء طرق جديدة مفضية إلى المنطقة الحدودية لتحسين سبل الوصول إليها خلال موسم الأمطار المتوقع في يوليو المقبل. في وقت سابق كان مسؤولون سودانيون قد ناقشوا خلاف الفشقة مع نظراء سعوديين، فيما رحب السودان لاحقا بعرض من الأمارات العربية المتحدة للتوسط في المأزق الحدودي والخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي. من جهته كرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء دعوته إلى ضرورة السعي للحصول على اتفاق ملزم ينظم ملء السد وتشغيله، وشدد بيان صادر من مكتبه على ضرورة تجنب الإجراءات الأحادية التي تسعى لفرض الأمر الواقع. دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إثيوبيا إلى الابتعاد عما وصفه بالأحاديث الكثيرة والتصريحات العدائية فيما يخص سد النهضة، مؤكدا جاهزية مصر لكافة السيناريوهات فيما يخص الأزمة. وقال شكري خلال تصريحات له مساء يوم الأربعاء الماضي لفضائية MBC مصر أنه يجب توافر النية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة بعيدا عن أحاديث العداء، وعليها النظر للمستقبل والعلاقات والتعاون وعلاقات الأخوة، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي متكررة، ومصر أثبتت إرادتها السياسية للتوصل إلى اتفاق عندما تمت صياغة اتفاق شاركت فيه إثيوبيا مشاركة كاملة وتراجعت عن التوقيع عليه، وهو الاتفاق الذي تمت صياغته في واشنطن بعد جولات كثيرة من المفاوضات. وأضاف شكري أن مصر كانت دائما واضحة وتسعى ليس لتحقيق مصلحتها ولكن لتحقيق مصالح الدول الثلاثة، ووضعت نفسها موضع شركائها وتعاملت بالمرونة اللازمة للتوصل لهذا الاتفاق، مؤكدا أن قضية سد النهضة وجودية بالنسبة لمصر، ونظرا لأن هذه المرة قد يشكل خطرا على السودان فهذا ما يجعل الأمر يتعدى مراحل التفاوض. وكشف أن مصر ستتعامل خلال الفترة المقبلة بنفس درجة المرونة والانفتاح خلال مفاوضات سد النهضة، ولكن في حدود ما تستطيع أن توفره إلى الجانب الإثيوبي، مؤكدا أن مصر تريد وضع قواعد تحكم عملية ملء السد خلال سنوات الملء، ولا بد أن تكون تلك القواعد تتعامل مع كل الاحتمالات خلال مراحل التشغيل. وأضاف الوزير: لدينا المسار الأفريقي ونحن نعول عليه ونثق في حكمة وقيادة رئيس الكونغو الديمقراطية وقدرته على رعاية المفاوضات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الرئيس المصري يتحدث في قضية السد مع كل القادة من أجل شرح الوضع وتأكيد على سياسة مصر إزاء هذا الملف وتوضيح عدالة الموقف المصري تجاه القضية. بهذا الخبر من القاهرة مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية تؤكد ارتكاب الجيش الإريتري جرائم ضد مدنيين في تيغراي. الأمم المتحدة تقول أن القوات الإريترية تنتشر في المنطقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا. وزير الخارجية المصري يؤكد جاهزية بلاده لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمتها لكم من إذاعة أرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. نخصص حلقة اليوم لأبرز أحداث الأسبوع الماضي، وهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريتري وموقف الحكومة الإريترية، وذلك عبر قراءة تعليق على الحدث وبيان لموقف إريتريا منه ورؤيتها للعقوبات. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرنا. الصفعة المخملية وظل الفيل. كتب فتحي عثمان في رصد مباشر يوم الاثنين الماضي 23 من الشهر الجاري. أشار موقع وكالة بلومبرج الصحفي إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريتري، وتشمل العقوبات حظر سفر على أعضاء في الوكالة بما في ذلك رئيسها، وتجميد للأموال
وذلك على خلفية ارتكاب جرائم اعتقالات تعسفية وإعدامات خارج نطاق القانون وتقييد غسري وأخيرا تعذيب معتقلين، وتتضمن عقوبة تجميد أموال الوكالة بما في ذلك أموال القائم عليها العميد أبرهة كاسا. إلى هنا انتهى خبر الوكالة الذي حاولت الاتصال بوزير الإعلام يماني جبر مسقل، والذي لم يكن متوفرا للرد على أسئلتها. السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: ما جدوى هذه العقوبات الجديدة؟ إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الإجابة هي لا شيء، وذلك تأسيسا على ما يلي: إريتريا دولة معزولة عن العالم، ولم تؤثر على حكومتها العقوبات الأممية المفروضة عليها في عامي 2009 و2011. وللحكومة الإريترية باع طويل في تجاهل المجتمع الدولي لأنها مقطوعة الصلة به اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا. الرئيس سياس وجلده أبرهة كاسا من الذين يفضلون خياطة الفلوس في بناطيلهم على وضعها في بنوك عالمية لتكون عرضة للتجميد أولا وللمصادرة ثانيا. وحتى البنوك التي تختارها إريتريا لوضع أموالها لا تقع تحت طائلة سلطة الاتحاد الأوروبي مباشرة. تقوم الحكومة الإريترية بتغطية تكاليف نشاطات وكالة الأمن القومي من الميزانية السرية للدولة، وتستطيع تخصيص أموال مفوضية الشؤون الرياضية أو أي مصلحة في البلاد بما في ذلك مدخلات السفارات في الخارج لتغذية حسابات الوكالة، وليس لديها أي موانع قانونية أو أدبية في فعل ذلك. لا يعرف للعميد أبرهة كاسا ولع بالسفر إلى الخارج، حيث كانت آخر مرة شوهد فيها في زيارة رسمية للخارج زيارته للسعودية لتلقي العلاج، وعقد بمناسبة وجوده هناك اجتماعا للجالية في الرياض، وذلك قبل 2 من الآن. سفريات رئيس دولة إريتريا وعشماوي الاستخبارات الإريترية محدودة بعاصمة أو عاصمتين في الإقليم، ولا يعرف لهما سفريات إلى أوروبا أو الولايات المتحدة في السنوات الماضية. منع السفر لن يؤثر على عمل وكالة الأمن القومي، لأنها تعتمد على دبلوماسيين يعملون في الخارج ولديهم جوازات دبلوماسية. هذه الوكالة ليست مثل الحرس الثوري الإيراني، بحيث تمتلك ميليشيات وأموال في الخارج وتستطيع تنفيذ عمليات تخريب في بيونس آيرس مثلا. تقوم الوكالة بارتكاب انتهاكات ضد المواطنين الإريتريين المغلوبين على أمرهم في مدن وقرى إريتريا، وهي هنا لا تحتاج إلى دولارات ولا إلى جوازات سفر دبلوماسية للتنقل في أرجاء البلاد أو الدول المجاورة. أضاع الاتحاد الأوروبي الزخم الكبير حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا أثناء صدور تقرير مفوضية التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان، والذي اتهم مسؤولين إريتريين ضمنهم الرئيس سياس أفورقي نفسه بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وذلك في صيف 2016. ثم ما الذي استجد اليوم ليهتم الاتحاد الأوروبي بانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا والمستمرة منذ 30 عاما؟ مدى الجرائم في إريتريا يمكن تصوره بالمقارنة البسيطة التالية: حكم على مدير السجن في الولايات المتحدة الأمريكية بالسجن وعدم ممارسة أي عمل في أي سجن داخل البلاد، ووصفته الصحف بالنازي بعد قيامه بسجن سجين في حبس انفرادي لمدة 3 سنوات، بينما أقصى مدة للسجن الانفرادي هي 19 يوما فقط حسب قوانين السجون في تلك الفترة. وخلال هذه السنوات ال3 منح السجين 90 دقيقة للخروج للتشمس. فماذا عن الذي يسجن أبرياء لما يزيد عن 25 عاما متواصلة دون أن يعرف ذويهم أماكن أو أحوال سجنهم؟ أخيرا، تشبه هذه العقوبات الأوروبية الصفع بقفازات مخملية، ولسان حالها يعبر عن المثل السوداني البليغ: عينك في الفيل وتطعن في ظله. وإذ لم تشمل أي عقوبة ذات طابع فعلي جاد رأس الحكومة في أسمر وتدفعه إلى التنازل عن الحكم ومواجهة العدالة، وهذه مهمة الشعب الإريتري طبعا قبل أي جهة أجنبية، فإن هذه العقوبات لن تكون فقط طعنا في ظل الفيل، بل استراحة طويلة تحت ظل الفيل العملاق. هذه إذاعة إرينا. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام
تتابعون حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصصها لتناول التداعيات القانونية والسياسية لقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريتري. ما هو رد الفعل الإريتري الرسمي؟ نقدم لكم قراءة لتصريح صحفي صادر عن وزارة الخارجية الإريترية قالت فيه: قرار الاتحاد الأوروبي لا أساس له وعدواني. رفضت إريتريا بشدة القرار العدائي والمعيق الذي تبناه مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي ضدها. لقد استهدف الاتحاد الأوروبي بفعله الخبيث هذا مكتب الأمن الوطني الإريتري بصفة خاصة بمسمى تدابير تقييدية لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة. ليس للاتحاد الأوروبي أي امتياز قانوني أو أخلاقي لإصدار قراره بالتذرع بتهم ملفقة لمضايقة إريتريا لدوافع أخرى خفية. في الحقيقة لقد ظل الاتحاد الأوروبي يعمل بإصرار لإنقاذ زمرة وياني البائدة والمحاولة لإعادتها إلى السلطة وتقويض جهود منطقة القرن الأفريقي لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الشامل والمستدام. استهداف الاتحاد الأوروبي لإريتريا بصفة خاصة في محاولة عقيمة لدق أسفين بين إريتريا وإثيوبيا. وزارة الشؤون الخارجية أسمر 22 مارس 2021. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وأيضا وضمن موقع شابايت التابع لوزارة الإعلام الإريترية نشر باللغة الإنجليزية تعليق على قرار الاتحاد الأوروبي باسم كل من بانا نوغوسي وأبراهام تسفاي. جاء فيه: إن الاتحاد الأوروبي بفرضه عقوبات على مؤسسات إريترية إنما يؤكد سياسة الهيمنة والتي تتجاوز القارة العجوز لتمتد إلى كل دول العالم، معيدة سيرة أوروبا القديمة من الاستعمار، خاصة وأن قرارات الاتحاد الأوروبي كما يقول كاتبا المقال تطال الصين وروسيا وميانمار وليبيا وجنوب السودان. ويقول الكاتبان بأنه فيما يخص إريتريا على الأقل كان من الواجب على الاتحاد الأوروبي أن يتباحث مع إريتريا قبل اتخاذه قراره المتسرع والذي وراءه نوايا أخرى. فبموجب اتفاقية كوتونو كان يمكن للاتحاد الأوروبي التباحث مع إريتريا ودول أفريقيا والباسيفيكي والكاريبي التي إريتريا عضو فيها، وكذلك الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار. وأشار الكاتبان كذلك بأن الاتحاد الأوروبي كان يمكنه التباحث مع إريتريا عبر مجلس حقوق الإنسان أيضا. ويختتم الكاتبان المقال بالقول بأن الاتحاد الأوروبي تجاهل قضايا إريتريا منذ الخمسينات وأثناء الحرب ضدها من قبل إثيوبيا، وليس ذلك فحسب، بل أيضا تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أثناء غزو الوياني لإريتريا في الحرب الأخيرة. وقال الكاتبان بأن هدف هذا القرار الأوروبي هو التغطية على جرائم الوياني ومحاولة إنقاذها من اللوم بسبب الحرب التي شنتها أخيرا، والتي كانت تهدف من وراها إلى تغيير الواقع السياسي في إثيوبيا ثم تغيير نظام الحكم في إريتريا، ولكنها تدفع ثمن سياساتها المتهورة كما قال الكاتبان. هذه إذاعة إرينا. كان هذا التعليق الذي كتبه كل من بانا نوغوسي وأبراهام تسفاي في موقع وزارة الإعلام الإريترية. الملاحظ بأن تصريح وزارة الخارجية الإريترية وتعليق الصحفيين المذكورين باسم الحكومة ينصرف عن القضية المهمة، وهي انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا واتهام الاتحاد الأوروبي بمحاولة التغطية ورفع اللوم عن الوياني. في هذا نقول بأن قرار الاتحاد الأوروبي لم يشر من قريب ولا من بعيد إلى وجود قوات إريترية في تيغراي أو اتهامها بارتكاب جرائم ضد مدنيين في الإقليم، بل عزل العقوبات إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا وضد المواطنين الإريتريين في 30 عاما الماضية. وتحاول الحكومة الإريترية عبر تصريحاتها واستكتاب صحفيين بأسماء وهمية إلى صرف النظر عن أزمة حقوق الإنسان في البلاد. ورغم مطالبة كاتبي المقال للاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع إريتريا عبر مجلس حقوق الإنسان، نقول بأن إريتريا لا تعترف بمقرر حقوق الإنسان الخاص بإريتريا وترفض زيارته لها، فكيف يمكن التفاوض مع مجلس حقوق الإنسان وهي ترفض أهم ذراع للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا ضمن المجلس؟
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. قد لا يبدو قرار الاتحاد الأوروبي من النوع الذي يمكن أن يغير الحقائق في إريتريا بين يوم وليلة على ضوء ما ذكرناه آنفا، ولكنه يؤسس لفهم عالمي بأن انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا يجب أن تحظى بالاهتمام على أمل تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة في يوم من الأيام. وكما أسلفنا، يمكن الاعتماد على الخطوات القانونية الكبيرة التي توصلت إليها مفوضية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها في صيف 2016، واعتمادها كمصدر موثق للجرائم والانطلاق منها لاتخاذ قرارات سياسية وقانونية سليمة بهذا الشأن. تكون محصلتها النهائية هي تقديم رأس النظام إلى العدالة على خلفية الجرائم ضد الشعب الإريتري خلال 30 عاما الماضية، التي حكم فيها البلاد باعتباره الناهي والآمر فيها، بينما البقية هم مجرد منفذين وممثلين. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ورصدنا فيها أبرز أحداث الأسبوع الماضي، وهو قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريتري ورد فعل الحكومة الإريترية على القرار، وما يمكن أن ينتج عنه سياسيا وقانونيا في مقبل الأيام. وبذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وقبل الختام أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية تؤكد ارتكاب الجيش الإريتري جرائم ضد مدنيين في تيغراي. ذكرت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية في تقرير لها الأسبوع الماضي بأن القوات الإريترية ارتكبت جرائم قتل خارج القانون في مدينة أكسوم في تيغراي في نوفمبر الماضي. وكانت المفوضية قد أصدرت في 25 من الشهر الجاري تقريرها الذي يؤكد مقتل حوالي 150 مدنيا على يد القوات الإريترية في مدينة أكسوم في تيغراي في الفترة ما بين 18 و29 من شهر نوفمبر الماضي. الأمم المتحدة تقول أن القوات الإريترية تنتشر في المنطقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا. نقل موقع دوليس الإخباري عن وكالة بلومبيرغ قولها أن الأمم المتحدة قالت يوم الثلاثاء الماضي أن القوات الإريترية موجودة داخل الأراضي المتنازع عليها على الحدود بين السودان وإثيوبيا. ويأتي الانتشار الإريتري بحسب تقرير الأمم المتحدة فيما يسمى بمثلث الفشقة وسط تصاعد التوترات بين إثيوبيا والسودان بشأن السيطرة على المنطقة الزراعية الخصبة قبل الموسم الزراعي في يوليو المقبل. وزير خارجية مصر يؤكد جاهزية بلاده لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة. دعا سامح شكري وزير الخارجية المصري إثيوبيا إلى الابتعاد عما وصفه بالأحاديث الكثيرة والتصريحات العدائية فيما يخص سد النهضة، مؤكدا جاهزية مصر لكافة السيناريوهات فيما يخص الأزمة. وقال سامح شكري خلال تصريحات له مساء يوم الأربعاء الماضي لفضائية MB مصر أنه يجب توافر النية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة بعيدا عن أحاديث العداء. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، وكالعادة أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.